بيبدأ فيلم الليلة مع طالب فاشل اسمه ريجن وعنده 15 سنة، وكان بيتعلم في الخارج ورجع عشان يقضي اجازة الصيف مع أهله في القصر الكبير بتاعهم، وعشان كده أسرته بعتت الخادمة مولر تستناه وتجيبه. وبنشوف الخادمة مولر والهدوم بتاعتها واسعة عليها حبة وجسمها كله باين. راح الولد المراهق ريجن فضل يبص على مناطق حساسة من جسمها وكان سعيد جدا وهو بيعمل كده، لكن الغريب إن الخادمة شافته وما اتكلمتش معاه، وبالعكس كانت سعيدة وهو بيعمل كده. بعد كده بيوصلوا هما الاتنين القصر والخادمة أرسلة بتسلم عليه وتقول له فاكرني ولا نسيتني؟ قال لها معقول أنساك يا جميل، انت كنت على طول بتحميني وانا صغير وتلعبي معايا في البانيو وكنت بتعملي معايا حركات غريبة وعمري ما هنساها. بعد كده عمته مارجريت بتسلم عليه وكمان نظفت له الهدوم بتاعته اللي كانت في منطقة حساسة، وكمان فرانك عالم الأبحاث سلم عليه صديق والده اللي قاعد عندهم في البيت، وكمان مامته بتسلم عليه وكلهم بيفرحوا بيه جدا بعد غياب. بعد كده ريجن بيدخل القصر واخته الصغيره بيرتا تسلم عليه. تاني يوم بيشوف ريجن الولد المراهق وهو بيلعب مع اخته في حديقه القصر، وقتها شاف الخادمه مولري وهي بتجمع فاكهه، راح جري عليها عشان ياخد تفاحه منها. وبنعرف ان الخادمه مولري كبيره الخدامين في القصر ومتجوزه من الخادم جوستوف اللي كبر في السن والدنيا مش فارقه معاه وكان عايش مع نفسه. فجاه ومره واحده الخادمه مولري بتقول له ريجن بعد اذنك اروح اعمل حمام. وقتها ريجن افتكرها تدخل القصر عشان تعمل حمام، لكن رفعت هدومها قدامه وعملت الحمام في الجنينه. ساعتها ريجن استغرب من اللي بتعمله واتحرك جدا لما حصل قدامه كده. بعد كده الولد المراهق كان ماشي وحده في حديقه القصر، وقتها شاف الخادم جوستوف وهو بيعمل حركات غريبه وكان حاطط صوره مراته على قبر قديم ومال البنطلون بتاعه ورد من قدام. ساعتها ريجن استغرب من اللي بيعمله. فجاه الخادم بيشوفه راح اتحرك منه، وقتها ريجن خد بعضيه وطلع يجري. بعد كده بيسمع اتنين في الحديقه بيغنوا ومندمجين جدا مع بعضيهم. وقتها الولد قرب منهم عشان يعرف مين دول وبيعملوا ايه بالظبط. ساعتها اتفاجئ بالخادمه ارسولا وهي بتعمل شاي باللبن مع الخادم أولدوف وسط الحديقه. والغريب والعجيب ان الخادمه ارسولا شافته وهو بيبص عليهم وكملت اللي هي بتعمله ولا كأن الولد موجود قدامها. والغريب اكتر انها ضحكت له وسلمت عليه. ساعتها الولد بيجري من المكان بسرعه لان اول مره يشوف اللي بيحصل، وكان بيستغرب من القصر الغريب ده والحاجات اللي بتحصل فيه، وكل واحد واخد واحده وبيعمل معاها اللي هي عاوزاه. وكمان اثناء العشاء بيشوف خادمه جميله اسمها هيلين وكانت جميله جدا واعجب بيها وفضل يبص عليها ويلاغي فيها وما شالش عينه من عليها. بعد كده السيد فرانك بيسأل مامته عن خطيب بنتها إليسا، قالته ده في الجيش شغال ظابط. بعد كده ورته الصور بتاعته. بعد كده ريجن بيقول لمامته انه هيدخل ينام، راحت قالت له سلم على عمتك وفرانك. وقتها ريجن راح عند عمته وكان عاوز يبصها زي ما كانت بتعمل معاه زمان، لكن عمته مارجريتا رفضت ان يعمل معاها كده علشان كبر وبقى راجل. بعد كده بيسلم على فرانك ويسيبهم ويمشي. وفي نص الليل الولد المراهق بيسمع صوت غريب جاي من بره، راح فتح الباب عشان يعرف مصدر الصوت. وقتها شاف الخادمه هيلين وهي بتعمل علاقه مع واحد من القصر، لكن ريجن ما عرفش مين هو الشخص ده. وبعد ما خلصت هيلين بتظبط نفسها وكأن ما فيش اي حاجه حصلت. ولما رجع عشان ينام شاف اخته الصغيره بيرتا موجوده. وقتها بيرتا اتكلمت معاه وقالت له تفتكر عمتك مارجريتا عزباه ولا لسه؟ راح رد عليها ريجن وقال لها انا ما اعرفش، انا كنت مسافر. بعد كده بيقول لها عمتك ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ قالت مش بتحب الجواز وبتخاف من الرجاله. بعد كده بيسالها عن الخادمه هيلين وحلاوتها وكان على طول بيفكر فيها. تاني يوم بيروح البحيره هو واخته الصغيره علشان يتجسس على حريم القصر وهي بتلعب في الميه. ساعتها شاف الخادمه ارسولا وهي بتجلع هدومها والخادم مولدوف كان بيبص عليها. بعد كده بيسمع الخادمه مولدوف وهي بتتكلم على جوزها وبتقول لهم ان كبر في السن ومش بيعمل معايا اي حاجه ووجوده زي عدمه بالنسبه لي. وقتها ريجن بيستغرب من اللي بيقولوه وحس ان القصر كله فساد. في نفس اليوم والده واخته اليسا بيرجعوا من السفر وكل العيله بتسلم عليهم، ووالده بيكون حزين جدا بسبب نقص الطلب على الميداليات اللي بيبيعها وقت الحرب. تاني يوم ريجن بيروح الحظيره وبنشوفه هو بيبص على رجلين الخادمه ارسولا. وقتها الخادم ألدوف شافه وهو بيعمل كده، راح جري عليه وضربه بالقش على وشه. في نفس اليوم بيروح الولد المراهق مع اخته الصغيره عند الاب جبريال علشان يسمع ويتجسس على حريم القصر وهم بيحترفوا بالخطايا اللي عملوها قدام الاب جبريال. وقتها بنشوف الخادمه مولري وهي بتشتكي للاب جبريال من جوزها واللي بيعمله معاها وان مش بيعمل معاها اي علاقه في غرفه النوم. راح الاب جبريال صلى ليها عشان ربنا ياخد بيد جوزها ويعمل معاها الصح. بعد كده الولد المراهق بيشوف عمته مارجريت وهي بتعترف بخطاياها قدام الاب جبريال وبتقول له ابن اخويا كبر وبقى شاب وانا معجبه بيه جدا وعاوز اعمل معاه علاقه. راح الاب جبريال صلى لها علشان يخلي الولد يعمل معاها علاقه. وقتها ريجن بيكون سامع الكلام اللي بتقوله عمته وكان مستغرب جدا من اللي سمعه. فجاه وهو بيتجسس عليهم سقف الغرفه بيجي على اب جبريال. راح شاف ريجن وهو بيتجسس على عمته وعرف ان سمع خطايا عمته. ساعتها امر الاب جبريال بضرب الطفل 100 جلده وكمان امر ان عمته هي اللي تعمل كده. وفعلا بيجي يوم تنفيذ الحكم وبنشوف الخادم أولدوف وهو جايب اغصان شجر علشان مارجريت تضرب بيها ابن اخوها لانه اتجسس عليها. وفعلا مارجريت بتمسك الاغصان وتضرب ريجن في مكان حساس جدا. وقبل تنفيذ الحكم خطيب اخته بيحضر ويشوف ريجن وهو بيتضرب
تاني يوم بتشوف ريجن وهو زعلان جدا. ساعتها اخته الصغيره بتتكلم معاه علشان تنسيه اللي حصل، وفي نص الليل بيسمع صوت جاي من بره الباب. راح طلع عشان يعرف الصوت ده جاي منين. وقتها شاف الخادمه هيلين كالعاده وهي بتعمل علاقه مع الشخص المجهول، والمفاجاه ان فرانك كان بيتفرج هو التاني. بعد كده بيروح يتكلم مع الخادمه ارسولا علشان يعرف منها هويه الشخص اللي بيعمل معاها كده. وقتها ارسولا ما كانتش تعرف. بعد كده طلع السطوح عند فرانك وفرانك ما كانش موجود. راح بص في التلسكوب بتاعه واتفاجئ باتنين بيعملوا علاقه مع بعض في حديقه القصر. ساعتها ريجن كان فرحان جدا. بعد كده بيشوف كتاب فيه صور للكبار، راح خباه في جيبه قبل ما يجي فرانك. تاني يوم بيروح حظيره الفراخ علشان يشوف الصور الموجوده في الكتاب. فجاه بيدخل عليه الخادم اولدوف، راح استخبى منه. بعد كده بتيجي الخادمه هيلين عشان توكل الفراخ. ساعتها الخادم اولدوف قفل عليها شباك الحظيره وطلع بره عمل معاها شاي باللبن، ولين كانت مبسوطه جدا. فجاه بيشوف ريجن في الحظيره، راحت طلبت منه المساعده لكن طلبت منه انه يستنى شويه لحد ما يخلص. وبعد كده ريجن بيتخانق مع الدوف. في نفس اليوم الولد المراهق بيدخل المطبخ والعمليه كانت بايظه معاه على اخر. راح مسك الخادمه ارسولا من هدومها وكان عاوز يحضنها. راحت الخادمه ارسولا ضربته على راسه. وقتها كانت تفتكر واحد من الخدم، راحت اتاسفت له على اللي حصل منها وعشان كده حضنته وقربته من جسمها. وقتها ريجن كان فرحان جدا ونسي الالم. بعد كده بنشوفه هو ماشي ورا الخادمه مولري وكانت داخله الكنيسه عند جوزها علشان تودي له الاكل هناك. وقتها جوزها كان بيصلي وما كانش فاضي ليها. ساعتها الولد المراهق قرب ليها وكان عاوز يعمل معاها علاقه. وقتها الخادمه سمحت له انه يعمل معاها كده لانها محرومه وجوزها مش سائل فيها. لكن من سوء حظه بيسمع واحد من بره بيقول ان الحرب بدات بين فرنسا والمانيا. ساعتها الخادمه بتسيبه وتمشي وريجن يزعل على بخته المنيل. في نفس الوقت ريجن بيفرح جدا لان كل الرجاله هتروح الحرب والقصر هيفضى عليه. وفعلا تاني يوم كل الرجاله بتروح الحرب وبنشوف حريم القصر وهم بيودعوا فيهم. ساعتها كانوا زعلانين جدا لان الرجاله هتسافر الحرب ومفيش حد هيظبطهم تاني. بعد كده ارسولا بتطلب من ريجن ان يساعدها. ساعتها قرب منها وحاول يحضنها. وقتها الخادمه ارسولا فضلت تضحك على اللي عاوز يعمله لكن ما رضتش تزعله وخلعت ملابسها وعملوا احلى علاقه مع بعض. وبكده ريجن بيكون وجع اول واحده من حريم القصر. بعد كده بيروح عند الخادمه كيت وهي قاعده على البحيره بتاع القصر. وقتها كانت بتسرح شعرها. راح قرب منها واتكلم معاها ولا انت مختلفه جدا عن حريم القصر وليه محدش بيشوفك كتير. وقتها كيت قالت انا بخاف من خدامين القصر لانهم طمعانين فيا وكل واحد منهم عاوز يعمل معايا علاقه. راح قال لها انت جمالك مش على حد. والواد ملا دماغها بكلامه الجميل. بعد كده ريجن فضل يرش عليها ميه ويهزروا مع بعض هما الاثنين. بعد كده عمل معاها شاي باللبن ودي بتكون الخادمه الثانيه في حريم القصر اللي عمل معاها علاقه. تاني يوم ريجن بيروح غرفه عمته وينام على السرير بتاعها. راحت عمته اتفاجئت بيه. وقتها طلب منها انها تبوسه زي ما كانت بتعمل معاه وهو صغير. وقتها عمته رفضت تعمل معاه كده وقالت له انت كبرت وما ينفعش اعمل معاك كده. وكمان بدات تتعصب عليه وطلبت منه انه يسيب الغرفه. وهو ماشي بيسمع صوت فرانك وهو على الباب بتاعها وبيطلب منها انه يدخل ويعمل معاها علاقه. ساعتها ريجن سمع كلام فرانك. راح حدد عمته انه يفضحها في كل مكان في القصر. وقتها عمته ما كانتش عارفه تعمل ايه. بعد كده الولد بيمسك ايدها ويدخلوا هما الاتنين غرفه النوم وفعلا بيحصل بينهم شاي باللبن. وبكده عمته بتكون تالت واحده يعمل معاها علاقه. تاني يوم بالليل الخادمه هيلين بتكون ماشيه في صاله القصر. راح شدها من ايدها وعمل معاها علاقه وبكده تكون رابع واحده يعمل معاها علاقه. ومع مرور الايام ريجن كان سعيد جدا لان هو الراجل الوحيد في القصر وكل الحريم بتتخانق عليه علشان يعملوا معاه علاقه لدرجه ان هو كان بيجمعهم مع بعض في وقت واحد. وفي يوم من الايام بيشوف اخته اليسا وهي داخله الاسطبل بتاع الاحصنه. راح دخل وراها وطلب انه يساعدها. ساعتها اليسا كانت بتنظف الاحصنه. راح طلب منها انها تغير هدومها عشان الميه وكمان ساعتها انها تخلع الجزمه بتاعتها. وقتها الولد المراهق طمع فيها وقرب ليها وبدا يخلعها الهدوم واحده واحده. بعد كده عمل معاها شاي باللبن وابن الحرام ما خلاش واحده في القصر الا ما عمل معاها كده. راح عمل لهم جدول عشان محدش يزعل منه. الخادمه ارسولا في يوم وعمته في يوم والخادمه هيلين في يوم والخادمه كيت في يوم واخته كمان في يوم. وابن الحرام ما كانش ملاحق عليهم لان هو الراجل الوحيد في القصر. بعد كده بتمر الايام والحرب بتخلص والرجاله كلها ترجع القصر. ساعتها ريجن زعل جدا ان الحرب خلصت. في نفس اليوم الخادمه ارسولا بتروح عنده وتعرفه انها حامل منه وكمان عمته بتقول له انا حامل وكمان اخته بتقول له انا حامل. وقتها ريجن ما كانش عارف يتصرف ازاي في المصيبه اللي جت على راسه. راح فكر عشان يطلع نفسه من المصيبه ديت. وقتها طلب من الخادمه ارسولا انها تجيب له لون احمر ولما جابت اللون خدها وراح غرفه اليسا اخته وبدا يحط اللون الاحمر على ملايه السرير. وطلب من اليسا انها تجيب حبيبها رولان علشان يعملوا علاقه مع بعض. وفعلا اليسا بتروح تجيبه ويعملوا علاقه واللون الاحمر عشان تثبت له ان هي لسه بكر. وعمل كده مع كل الحريم اللي عمل معاهم علاقه. وبينجح الولد المراهق انه يخلص من المصيبه اللي كانت على راسه. وكمان بينجح انه يتجوز الخادمه ارسولا للخادم الدوف وجوز عمته لفرانك وجوز اخته لحبيبها رولان وبيطلع منها زي الشعره من العجين. وقتها الاب جبريال بيطلب منهم ان يجيبوا اطفال علشان يدافع عن الوطن. بعد كده الولد المراهق بيسلم عليهم ويسيب القصر ويمشي. وبكده يخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم دوس لايك واشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد وسلام.